لا خير دليل على ذلك، فقد اتفق هشام عنتر ومقتدى الصدر على إرسال عصابات جيش المهدي ضمن الجيش العراقي الحالي لحرب السنة بتل عفر. السنة مولانا السيد غير نكون صريحين ضعفاء ما يقدرون يحكون يخافون حقهم. اي بس احنا نحكي. صار سبحان الله الشيعة صارت ما عندها تقية والسنة صارت متقية. طيب الشرطة ما يجوكم الشرطة من الشيعة، الشرطة 200 قصر 300 من الشيعة. انا قلت لك تريد سرايا ادز لك، بس انا اقول لك اخاف يتأزم الوضع اكثر. نعم. تريد اجهز؟ لا اكثر يصير. وليش اقول لك انا؟ كان مستوصل بيبنوا بحي الخضراء وقفوا من محافظة اثنين. مع ذلك اي وقت في الجيش مهدي ادز لك. سيدنا انصارك ما مقصرين هناك. بعد تريد ادز لك. لا سيدنا ما اريد باسمك. مولانا انا ليش اقول لك؟ بنت الطر قل لي. مولانا من واحد ما احنا محتاجين بس مؤونة والسلاح. الجيش الحمد لله عندنا. ليش ما الحين يعني ادخل سريه بالجيش؟ هم يعني جيش عراقي واجهزهم. جيش عراقي هو صحيح. جيش العراق عن طريق الجيش العراقي هذا هو الحل. وزير الداخلية على كلش بتعاون وياي، شو اسوي لما وزير الدفاع الداخلية شو عندكم اتصال؟ ما ادري شوف خبر بلاغ اذا هذا تحضر لي سريقي شو اسمه تحقوهم بالجيش وتدزوهم لهنا سيدنا العفو لفترة معينة يعني الان اذا الوضع يبطلون بالجيش. سيدنا العفو كله في الجيش يجهزون سلاح خفيف ومتوسط وروحوا مدة 3 أشهر تأخرون وبعدين يرجعون إلى الجيش. احنا وياهم. لا تدخلون ما لكم علاقة، ابقوا بس يساعدوهم بالأمور الاجتماعية بالمنشآت. تحاولوا تسووا شبكة.